السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. أسهل ما يمكن تحضروا لي الكوتي بمكونات بسيطة كيجيو خفاف هشاش من ألذ ما يكون. ممكن تحضروهم في آخر لحظة، ياخدوا منكم وقت إعداد الشيء فقط. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش بارطاجيوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة. نحتاج كأس من الماء، ماء يكون دافي، معيار الكأس 150 غرام. نضيف عليه ياغورت طبيعي، علبة واحدة، ربع كأس من الزيت نباتي، بيضة واحدة، ربع كأس من السكر، رشة ملح لتحسين الذوق. نمزج المكونات جيدا بالطراب اليدوي. من بعد نضيف ملعقة كبيرة خميرة فورية أو خميرة الخبز، ملعقة مع مرش مزيان. نمزج المكونات جيدا. من بعد نضيف الدقيق بشكل تدريجي اللي غربلته من قبل، ودائما كنوزن بنفس الكأس. نضيف الكأس الأول، الكأس الثاني، الكأس الثالث. ندخل الدقيق في الخليط. إلى خصنا الدقيق نضيف مرة أخرى. غنزيد نضيف الكأس الرابع من الدقيق. ممكن تضيفوا كمية أكثر ممكن أقل على حسب نوعية الدقيق اللي استعملته. كنجمع العجين حتى نحصل على العجين يكون كيلتصق في اليد، ما يكونش قاصح. غنزيد نضيف نصف كأس من الدقيق، يعني الكمية ديال الدقيق اللي عملت 4 كؤوس ونصف. نجمع العجين حتى نحصل على العجين يكون كيلتصق في اليد. هذا هو القوام ديال العجين كيف كتشوفوا، عجينه اللي كتلتصق في اليد. ضفت قطرات من الزيت. العجين غير كنجمعوه ما كندلكوش. نغطيه بكيس غذائي، نوضع عليه منديل مطبخ ونوضعه جانبا، نخليه حتى يرتاح ويضاعف الحجم ديالو، ونعاود نرجع معكم. من بعد ما ارتاح العجين نفضيه من الهواء اللي فيه. عجينه ناجحه 100%. هذا هو القوام كيف كتشوفوا ديال العجين. نفضيه من الهواء اللي فيه. من بعد نقطعه الى قطع. انا غادي نقطعه ل 12 قطعه. من بعد كنشكلهم على شكل كرات. كنحاول نعملهم قياس واحد على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. نستمر بنفس الطريقه حتى نشكل العجين اللي عندي كامل، ونعاود نرجع معكم. نحتاج قوالب فرديه اللي دهنتهم بالزبده. انا غنعمل هاد القوالب، غنوضع فيهم العجين اللي شكلت. كل قالب نوضع فيه كره من العجين. ممكن تستغناو على هاد القوالب اللي ما بغيتوهمش وتعملوا هاد الكرات ديال العجين في الصينيه مباشره، لكن هاد القوالب كيجي الشكل ديال البريوش زوين ملي كيطيبوا فيه. من بعد كنبسط بيدي على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. العجين راه خفيف كيلتصق في اليد. كنأكد على هاد النقطه، العجين ما خصوش يجي قاصح باش البريوش يجي خفيف ما يجيش مطقس. نوضعهم جانبا وندوز باش نحضر معكم الكريمه. نحتاج كأس من الماء، ماء عادي، ملعقه كبيره من السكر، ملعقه كبيره بودره الكريم باتيسير. نحرك المكونات على البارد. هذه المرحله مهمه جدا قبل ما نوضع الاناء على النار. من بعد نوضع الاناء على نار خفيفه مع التحريك المستمر
حتى يبدا يتقال الخليط يولي خليط كريمي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. نزولو من على النار، نوضعو فيه قمع ونزين على هذا الشكل هذا على شكل حلزوني. طريقة سهلة كيف كتشوفوا. العجين راه ارتاح وضاعف الحجم ديالو في الوقيته اللي انا وجدت فيها كريم باتيسير. ممكن تعوضوا هاد الكريمه بكريمه البرتقال او كريمه الليمون الحامض، حتى هما تيجيو زوينين. انا حصلت على 12 حبه، الى ضاعفتوا المكونات تحصلوا على 24 حبه. من بعد ندخلهم الفرن ساخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. ضروري الفرن يكون ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى يطيب البريوش، عاد كنشعل عليه من الفوق ياخذ لون ذهبي. ندخلهم الفرن ونعاود نرجع معكم من بعد ما يطيب البريوش. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طلعتهم من الفرن. كيجيو طايبين مزيان ناجحين 100%. كانت عندي الاضاءه شويه زايده. كندهن الوجه بمربى المشماش او الناباج. زينت بفويتين. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوهم باللوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي او جوز الهند او الكوك اللي متوفر عندكم. انا كان عندي شويه الفويتين زينت به. هذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوا. نستمر بنفس الطريقه حتى نزين الكميه اللي عندي كامله ونعاود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي. اسهل ما يمكن تحضروا للكوتي بمكونات عندكم في البيت. ممكن تحضروهم في اخر لحظه، ياخذوا منكم وقت اعداد الشيء فقط. كيتحضروا بسرعه. هذا هو الشكل ديالهم عن قرب. كيجي الشكل ديالهم جميل جدا، شكل راقي والمذاق يا سلام ما تشبعوش منه، وكيعطينا كميه كثيره. انا حصلت على 12 حبه. الا ضاعفتوا المكونات تحصلوا على كميه اكثر. كنزولوهم من القوالب بكل سهوله، ما كيلصقوش لينا نهائيا. هذا الشكل ديالهم من التحت كيف كتشوفوا. وصفه تستحق التجربه. انا مأكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم بزاف. الاخوات اللي طلبوا مني نزيدهم من هاد الوصفات، هاد الوصفه هي اللي تنفعكم للكوتي. سهله سريعه التحضير، مكونات بسيطه، تاخذ منكم وقت اعداد الشيء فقط، سريعه التحضير. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.